بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أخواتي متتبعاتي الوفيات دائما. نرحب بكم في فيديو جديد، ونرحب بالأخوات اللي زاروني جدد، نقول لهم مرحبا بكم في قناتي مطبخ نزيه اللي فيها وصفات متعددة وروتينات إن شاء الله يا ربي تعجبكم. كما شفتوا اليوم تحت طلب الأخوات يعني جبت لكم يعني عصير بزوج حبات نتاع تشينا كما نقولوا، ولا برتقال، وراح تخرج لكم 2 ريتلات او 2 لتر نتاع عصير ما شاء الله. يعني كنقول لكم اقتصادي بنين، والاهم انه كي تجيك تشينا حامضه يعني ديريها كي تكون حلوه على بالنا بلي كامل ناكلوها، بصح كي تكون حامضه نضطروا ان نديروها عصير. وش يجي فيه خواتاتي؟ راح نبدا بعد طبعا الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. راح نبدا هنايا بزوج حبات تاع التشينا كما شفتوا. اذا كانت التشينا تاعكم كبيره اكتفوا بوحده ياسر، ولا كانت حلوه حاولوا انكم تنقصوا كميه السكر. التشينا هذه اللي عندي راهي ماهيش حلوه يا البنات، فقررت نديرها لهم عصير. اول حاجه نبداو بها ان نسحقوا الزست نتاع البرتقال. يعني نحاولوا ان ناخذوا هذيك البرتقاليه فقط، اللون البرتقالي، نحاولوا ان ما نوصلوش اللب الابيض هذاك، لانه كما نعرفوا هذاك اللب الابيض ديما يجي مر، والعصير به يجي مر. لهذا حاولوا تاخذوا فقط هذيك اللي لونها اورانج، يعني اللي لونها برتقالي. نحاول ان ندو تاع 2 حبات تشينا في زوج، يعني نحاولوا نسكرفجوهم في زوج. ندو كميه قليله فقط، مش كامل الحبه، يعني كما راكم تشوفوا فيها في الصوره. نحاول نحطوها في اناء كما هذا، ولا طاس، ولا اللي عندكم ما يهمش. نسكرفشوها كما هكذاك، ومن بعدها راح نحتاجوا الى العصير تاعهم. كاين بنات يحبوا يديروا معها حبه ليمون، يعني الا عندكم القارص تحبوا تزيدوا حبه ليمون راح يزيد عليها نكهه على نكهه، يعني راح يجيها مليح. نجي هنا نعصر الحبات نتاعي تاع البرتقال، يعني كي يكون فيهم العصير راح يجي روعه. الا كانوا ناشفين تضطروا ديروا 3، بصح هنايا راهم هذو زوج راكم تشوفوا في الحبات راهم مش كبار ياسر، يعني راهم متوسطين. وإلا كانت كبيره كما قلت لكم كبيره ياسر تحبوا ديروا حبه بركي تخرج لكم 2 لتر. راني نحاول نعصرها. ولا عندكم هذيك العصاره اليدويه ما حبيش نجبدها على 2 حبات، هنا جبدت هذه بركي باش ثمثم نكمل. هاني 2 حبات كنعصرهم على السريع. قلت لكم تحبوا تزيدوا معاهم حبه صغيره نتاع ليمون. هذه شربات نتاع العصير البرتقال يا البنات، او شربات البرتقال ماهيش شربات الليمون. كما نعرفوا كاين في رمضان نحبوا نديروا الشربات، ياسر يحبوا الشربات. كاين شربات البرتقال وكاين شربات الليمون. هذه شربات نتاع البرتقال. راح نعطيكم وصفات ان شاء الله باذن الله، ما نكونش نوعد فيكم في الباطل. تاع عصير متعدده للبرتقال يجي ما شاء الله يعني، وكميه قليله، ويجي اقتصادي ثاني. احنا نركزوا على الاقتصادي. شوفوا هنايا بعد اللي يعني عصرت هذوك الحبات تاع البرتقال ودرتهم مع الزست، انا راح نديرو السكر. شوفوا انا البرتقال اللي عندي راهو حامض ما فيش الحلاوه نهائيا، لهذا درت كاس. ولكن موالفه ساعات شي تجيني برتقال حلو حلو ندير 4 كاس فقط ويجيني حلو ياسر يجي. لهذا حذاري ديري كاس معمر الا كان برتقال حلو راح يجيكم حلو ياسر ياسر. ومن بعدها ابداو ضوقوا بشويه وزيدوا، لانه السكر نتحكموا فيه. لهذا ديروا هنا 4 كاس نتاع زيت، عفوا نتاع سكر، وابداو حركوا بشويه كما راكم تشوفوا فيا نحرك حتى نعرف بلي السكر هذاك ذاب مليح مليح. كي نعرفوا هذاك السكر بدا يذوب لنا مليح، واش راح نزيدو هنا يا خواتاتي؟ راح نزيدو يعني الياغورت. نجيو هنا نحكوا على الياغورت، يعني الا عندكم الياغورت هذاك اللي يسمو ليه في ممزوج تاع الليمون يجيكم روعه 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 صدقوني. اما الا ما كانش ديروا اي نوع نتاع الليمون يجي مليح، لانه الكون تاع القارص كما نقولوا يمشي مع البرتقال. دائما الحموضه هذيك تمشي مع البرتقال. لهذا اذا ما عندكمش الممزوج ديروا اي ذوق او اي نكهه تاع الليمون. نحرك هذاك يعني كل كما نقولوا 2 لتر درت. تحبوا تزيدوا حتى قوطي واحد اخر، يعني انا درت واحد اكتفيت به. تحبوا تزيدوا واحد اخر، انا هنا اكتفيت بالقوطي واحد يعني، وجاني كما نقولوا في القوام. يعني ما حاولتش اني نزيد واحد اخر. نتوما اذا حبيتوا تزيدوا بما انه 2 لتر تحبوا تزيدوا، بما انه 2 حبات نتاع التشينا تحبوا ديروا زوج ياغورت. نجيو نحكوا على الماء. هنا الماء
هاني درت لتر ونص. دوكا راح نزيد نص واحد اخر يعني 2 لتر. ونبدا نحرك. شوفوا مليح معايا، هاني زدت النص الاخر هنايا ونحرك طبعا باش السكر والزيت هذاك يتحركوا مليح مع بعضهم الياغورت. من بعدها واش ندير هنا، راح نخليه يريح يعني هذاك الزيت يطلق شويه الكون تاعو، يعني تقريبا 5 دقائق بركي. هنا راح نذوق بركي كميه السكر، لقيتها قد قد بما انه التشينه كتحامضه نزهه ما فيهاش كامل السكر كنقول لكم، لهذا جاتني قد قد. اما نتوما التشينه نتاعكم الا حلوه ديروا ربع كاس فقط نتاع سكر. نضقتها هنا وبعد راح نخليها البنات شويه تريح. من بعدها نجي نصفيها، ضروري نصفوا هذاك الزاز لانه من بعد راح يولينا مر. هنا خليتها تريح، انا حطيتها في الثلاجه للامانه باش من بعد نبدا نستهلكه مباشره. هنا بعد اللي ريحت لي مليح، شوفوا بردت، شوفوا كيفاش راه الشكل تاعها وهبطت كلش لتحت. هنا نصفيها. وهذا النوع من العصائر طبعا بما انه ما فيهش ماده حافظه يعني يفضل انه يستهلك في يومه. نستهلكوه في نهار، وخدمناه اليوم نستهلكوه نهار، يعني انا كي نخدمو دوكا ويكمل في نهار، واكيد مش راح يبات ومش راح يقعد القدوه. يعني هنا دوكا نقدمو لكم يعني في طاس باش تشوفوا القوام تاعو. شوفوا ما شاء الله، يعني العصير هو واجد معنا. وتحبوا كما قلت لكم هذا يعني الشربات تحبوا ديروها حتى يعني بالليمون تجي ثاني مليحه. ولكن تبقى مسألة السكر اختيارية دائما نختلف عليها في العصائر تاعنا. كاين اللي يحب حتى انه ما يديرش السكر، يخلي الفاكهة في حلاوتها، ما يحاولش يزيد لها السكر. يعني تشوف الاختيار تاعك. هذه الوصفه تاع نهار اليوم خواتاتي، نتمنى بركي تعجبكم وطبقوها وخبوا الوصفه لرمضان ان شاء الله يا ربي يحتفظوا بها. وما تنسوش الجام والبارطاج للفيديو كما عودتوني دائما. الى اللقاء في فيديوهات اخرى باذن الله.